السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والأنوار والخيرات وكل حاجة حلوة. نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصفة بتاعتنا النهاردة جميلة وخفيفة ولذيذة وموفرة، والليمون سعره رخيص في السوق ومالي الأسواق، وحاجة جميلة هتنفع جنب أي وجبة انت عاملاها في 3 أيام بس أو يومين على حسب برضو ما انت بتحبي تاكليه. هتاكلي الليمون المعصفر. هو انطلب مني وانا قلت هنعمله. عملت وصفه كده بنص كيلو ليمون. طبعا احنا اوان الزيتون جاي والليمون، وهنعمل معاكم بقيه المخللات التانية، بس انا قلت لكم حبينا نعمل الوصفه ديت في نص كيلو، يعني اللي عايز مخلل بسرعه، اللي عايز ياكل مخلل في وقت، يعني في وقت قياسي كده يومين او 3 بكتير. الليمون المعصفر دوت هنعملوه بالطريقه دي، وفي سر او في خطوه هنعملها هتخلي الليمون معاكي مش ممرر. هنسمي الله، احنا هنبتدي بنص كيلو ليمون. هنسمي الله ونبتدي نقطع كده حسب ما انت تقطعها نصين بقى، تقطعيها 4 ارباع، المهم ما توصليش لاخر الليمونه. بص بقى الخطوه اللي احنا هنعملها ديت ومفيش حد بيعملها، وكل دلوقتي لو تروح المخللات او المطاعم او الحاجات دي تلاقي طبعا المخللات عندهم كتيره ومتوفره، عشان كده وما بتاخدش وقت في السوا بتاعها. بنطلع البذر بنقطعها كده، لا بنغسل ولا بنعمل فيه حاجه ولا بننقعه ولا هنغير له ميه زي الليمون العادي، لا احنا بنقطعه كده نصين او 4 ارباع ونبتدي نخليه من البذر اللي فيه خالص كله. احنا هنعمل معاكم كام واحده كده وبعد كده نرجع نكمله تاني. احنا ايه، انا لوحدي عشان ما نطولش عليك الفيديو. ادي البذر بتاعنا اللي احنا طلعناه اهو، واحنا بنشتغل كنا حاطين ميه تغلي على البوتاجاز، هنسقط فيها الليمون بتاعنا تلت ساعه بالظبط، يعني 25 دقيقه. بس لازم يكون مستوي معاكي، ما تهريهوش بس يبقى مستوي معاكي كويس، لان ده احنا زي ما قلنا احنا عايزينه في وقت قياسي، يعني ايه، ناكلوه على طول. كده احنا غليناه وسبناه يبرد وهننشله من الميه. هنبتدي كده نطلعه ونركن الميه دي يا جماعه، مش هنرميها، تعبيها في برطمان، هتضيع لك زفاره الفراخ، هتضيع لك زفاره السمك. معلش بقى لو في صوت عالي بره بقى، ابو يوسف والعيال وكده، عشان الدروس بدأت والمذاكره انتوا عارفين الصبيان وربايتها وصعوبة ربايتها، اللهم بارك يا رب، وربنا يحفظهم ويهديهم يا رب. بصوا بقى كده، هنسيبها تبرد ونركنها على جنب، ما ترميهاش، دي ليها وصفات جميله. يعني انا كمان النهارده والله العظيم وانا بغسل المواعين كان عندنا رنجه، رحت حاطه حبه منها على شويه زيت الصابون، خلت ريحه المطبخ، ونضفتي بيها البوتاجاز خلت ريحه المطبخ زي العسل. احنا معانا ميه عاديه خالص، هنحط عليها معلقه عصفر، نص معلقه حبه البركه، نص معلقه كركم، وشويه ملح على شويه خل. الملح ده طبعا انت بحسب ما تشوفيها، يعني انت مش هنقول لك عاده حاجه معينه، يعني انت لو عامله كميه بتشوفي وبتدوقي الملح بتاعك. هنبتدي نملحه كده. الغطا بتاعنا وقع مننا، هنطلعه ونكمل تاني. والله انا جربته وطلع في منتهى الجمال. تحطيه في التلاجة بقى بعد ما تخلصوه، بس نشوف نجرب الاول نقول لكم في الاخر احنا هنعمل ايه. ومعانا معلقه الهريسه ديت، احنا كده خلصنا الميه وحطينا الملح بتاعها والخل وخلصناها كده على جنب. معانا بقى معلقتين فلفل مفروم، على نص معلقه كركم، نص معلقه عصفر، ربع معلقه حبه البركه، ومعلقه ملح. ما تحاوليش تملحيه جامد يعني، لان احنا حاطين ملح في الميه. ونبتدي نعمل الخلطه بتاعتنا كده، ونجيب الليمون بتاعنا بعد ما هدى شويه نبرده، قصدي نحشيه، ونجيب حاجه زنططه حسب برضو كميه الليمون اللي انت عاملاها، هنجيب حاجه ونبتدي نرصها فيها. علبه بلاستيك كده، علبه تلاجة، برطمان بلاستيك، برطمان ازاز، اي المتواجد عندك، وتترصي الرصه اللي انت عايزاها. هنسمي الله كده ونبتدي نشتغل مع بعضينا. يا جماعة اللي يعرف مدام ليلى النجار يدعي لها بالشفاء، ربنا يشفيها ويعافيها ويتم شفاها على خير يا رب، ويخليها لبناتها وتفرح بيهم، ويرجعها تقف تاني على رجليها.
هنقول ايه يا رب؟ حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لا تظهر الشماتة في اخيك فيعفيه الله ويبتليك. في جماعة ياما شمتانين فيها. اللهم لا شماتة. كده احنا عملناه ورصينا الليمون بتاعنا، وهنجيب الخلطة بتاعتنا بقى. بص احنا هيتبقى مننا المية دي انا ما برميهاش على فكرة، لان انا بملح بيها بدنجان، بملح بيها خيار. لو انا عايزة خيار مثلا في السريع كده بسخنه بعمله بمية سخنة وبعمله وبزود عليه الخلطة دي. وهنجيب ليمونتين كده، ليمونتين تلاتة لا، واعصريهم على الوش كده ومعلقة زيت، وتيجي قافلاه حكماه كويس وضغطاه كويس، وتيجي حطاه في التلاجة يومين. تالت يوم بكتير هتلاقيه زي السكر. وطبعا اي ليمون بيبقى فيه مزازه، الليمون حلاوته لازم يبقى فيه مزازه، زي فيه شده كده يعني. بصوا بقى الجمال، وحاجه بسيطه وجميله وجنب الاكل دلوقتي مع شويه فول وشويه فلافل شويه بصره ومشي الدنيا. لو عجبكم الفيديو حبايبي اعملوا لنا لايك كومنت حلو وشير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. وزي ما قلت لكم ادعوا المدام ليلى النجار، انا بحبها وبحب فيديوهاتها وبستفيد منها كتير. وهي يعني ست محترمه وست خلوقه واي واحده تتعب او تشقى عشان خاطر عيالها ينضرب لها 100 سلام. كل سنه وانتم طيبين.